تداول في العديد من الفيديوهات جسم غريب موجود بصحراء الجزائر، وبالضبط في الطاسيلي، أكبر متحف طبيعي على الهواء الطلق في العالم. هذا الشكل هو في الحقيقة معلم من المعالم الجنائزية الموجودة بكثرة وبأنواع كثيرة في صحراء الجزائر، ويسمى هذا النوع مونيمون ترو دو سيرور لأنه يشبه ثقب المفتاح، ويسمى كذلك تيمولوس كولوار يونكلو. بهذه الصورة نجد أنواع كثيرة من مثل هذا المعلم والموجودة في مناطق أخرى، والغريب في الأمر أنها كلها مبنية في نفس الاتجاه، أي أن الكولوار متجه تقريبا نحو الشرق. بالنسبة للتيمولوس الذي تم تداوله، يتواجد بمنطقة نجد بها العشرات من المعالم الجنائزية الأخرى، وفي هذه الخريطة يمكنكم مشاهدة العدد. قام الباحثون بعدة دراسات على هذه المعالم، ومنها دراسة نشرت بجورنال داركيولوجي أفريكان، حيث درسوا بقايا عظام، والنتيجة كانت أنها تعود لحوالي 3000 سنة قبل الميلاد، أي أن عمرها حوالي 5000 سنة. إن أعجبتك الفيديو لا تنسى الاشتراك بقناة لوغيد توريستيك، فستكون هنالك فيديوهات أخرى في الأيام المقبلة.